عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا هشرح الخانات اللي تم إضافتها في الموقع، دول المفروض نحط فيهم إيه بالظبط. تاني حاجة هشرح لكم إزاي تقدروا تستفيدوا من مكان الأكواد بتاع ريفينيو هيدز في أي شركة تانية، مش شرط أبدا الشركات اللي احنا قلنا عليها اللي هي يعني ريفينيو هيدز أو بيرلكس. تالت حاجة هقول لكم على مميزات الأبجريد، لأنه أنا اتوجه لي سؤال ده كتير. أول حاجة هندخل على ريفينيو هيدز سيتنجز. أنا بالفعل كنت عاملة فيديو وشرحت فيه كيفية التسجيل في الشركات الجديدة، وشرحت فيه ازاي نقدر نجيب الأكواد بتاعت البانرز دي. فالنهاردة أنا خلاص كده مش هشرحهم تاني، أنا بس هقول لكم على الخانات الجديدة دي هنعمل ايه. بالنسبة لأماكن البانرز دي هي اللي تقدروا تحطوا فيها أكواد أي شركة تانية، مش لازم خالص ريفينيو هيدز. ممكن تستغلوها في عروض سي بي ايز، انتوا تجيبوا البانرز الخاصة بالعرض اللي هي بنفس المقاسات دي، يكون 300 في 250 و468 في 60. تجيبوا البانرز من عروض سي بي اي، تجيبوا بانرز منتجات كليك بانك، تجيبوا بانرز اي شركة تانية، شركة اعلانية غير ريفينيو هيدز. الاماكن دي مفتوحة، ممكن تقدر تحط فيها اي اكواد جافا سكريبت او HTML. بس اهم حاجة ان يكون الاكواد صحيحة، هيتم مراجعتها طبعا من قبل الادارة، واذا الاكواد كانت ما فيهاش اي مشاكل وصحيحة هيتم الموافقة عليها. مهم قوي بقى ان بعد ما حضراتكم تضيفوا الاكواد بتاعتكم تتابعوا الحالة بتاعت الاكواد دي هل اتقبلت ولا لا، لان في ناس كتير للاسف يعني ما بيتابعوش الموضوع ده وبيحطوا الاكواد وبيشتغلوا على طول. كده الارباح مش هتتحسب، مفيش ارباح هتنزل لك خالص. فاهم حاجة ان انت تشوف ان هي بقت approved خلاص. once الابروفمنت دي وصلت خلاص تقدر تشتغل عادي. ما لقيتش كلمة approved دي هتلاقيها rejected، وهتلاقي لو دخلت على المكان ده هتعرف سبب الرفض، لان احنا بنبقى كاتبين سبب الرفض. مهم الحكاية دي يا جماعة تركزوا فيها. تاني حاجة الخانة الاولانية دي الموبايل نيو تاب، هنجيبها منين؟ هندخل على ريفينيو هيدز. الخانات دي يا جماعة ما هي فقط لشركة ريفينيو هيدز، يعني الخانات دي مينفعش نحط فيها اي شركة تانية غير شركة ريفينيو هيدز. هما بس دول البانرز دي بس اللي تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز او تحط فيها اي شركة تحبها، لكن دول لا، دول بس لريفينيو هيدز. وكمان يا جماعة البانرز دي الاعلانات دي من اعلى الارباح في شركة ريفينيو هيدز. هندخل هنا هنعرف ازاي دلوقتي نجيب الموبايل نيو تاب. هنضغط هنا الاول، هنضغط على placements، هتدخلنا على الصفحة دي. هنضغط هنا على new mobile placement وهنروح على new tab، هنسميها اي اسم. اوكي، هنقول save. ادي الكود اللي انا عملته. هنضغط هنا get code وناخد الكود اهو copy، نحطه هنا paste. بالنسبة بقى للفوتر، هنضغط هنا new placement وهنضغط على footer، نسميها بايه اسمها برضه. اوكي، وبعدين save. اهي get code، ادي الكود اهو copy برضه، نروح على المكان هنا paste، وبعدين هنضغط على update. خلاص تم اضافتهم successfully updated، بس هم دلوقتي قيد المراجعة. once ان هم يتعمل لهم approvement هتشوف هنا كلمة approved عليهم. انا دلوقتي لو عملت refresh هتلاقيها pending لان لسه ما جاتش الابروفمنت عليها. مهم قوي بقى ان احنا بعد ما نختار الشركة اللي احنا عايزين نشتغل بيها ندخل على default settings
ونختارها من هنا. سواء بقى هتشتغل على شركة يالكس او هتشتغل على حساب ادسنس. وبالنسبة بقى لمكان ريفينيو هيتس، سواء هتشتغل على شركة ريفينيو هيتس نفسها او حضرتك مدخل اكواد اي شركة تانية في مكان ريفينيو هيتس، هتختار ريفينيو هيتس. المهم ان المكان بتاع ريفينيو هيتس ده فيه الاكواد اللي حضرتك هتشتغل في الشركة بتاعته. هتقول ابديت تاني يا جماعة. اي تعديل هنعمله في ريفينيو هيتس سيتنجز، يعني احنا مثلا كنا مدخلين اكواد وحصلت عليها الابروفمنت، دخلنا اكواد غيرها وحصل عليها ابروفمنت تانية، يبقى احنا هنحتاج ان احنا نروح تاني على ديفولت سيتنجز ونختار تاني الشركة اللي احنا عايزينها ونعمل ابديت. مهم جدا علشان ارباحكم تتحسب. احنا شرحنا كده الخانات الجديدة هنضيف فيها ايه. وتاني حاجة شرحت لكم ان بالنسبة هي بصهم ابروفد دلوقتي خلاص. تاني حاجة شرحت لكم ان الاماكن بتاعت البانرز دي تقدر تدخل فيها اي شركة تانية، اي شركة اعلانية تانية او عرض CPA او منتج كليك بانك، مع مراعاة ان حضرتك تجيب البانر اللي هو بنفس المقاسات دي وبس. تمام، احنا كده خلصنا الجزء ده. في حاجة مهمة برضو ناس كتير سألوا فيها، وهي انا هلاقي ارباحي فين؟ حضرتك هتلاقي ارباحك الاكاونت بتاعك على ريفينيو هيتس في هنا في المكان ده. تضغط طبعا تعمل لوج ان، وبعدين تضغط على داشبورد. هنا في الاوفر فيو، وده بيجيب لك الاحصائيات الامس yesterday بس هنا. اوكي، شركة ريفينيو هيتس او اي شركة من الشركات اللي هي بدأ الادسنس، نظامهم الارباح او الاحصائيات بتظهر بعد 3 ايام من العمل المتواصل. يعني حضرتك هتقعد 3 ايام تشتغل وتجيب ترافيك على الروابط بتاعتك علشان الشركات دي تبتدي تنزلك الاحصائيات بعد 3 ايام من العمل المتواصل. يعني 3 ايام في ترافيك بتيجي، ترافيك حقيقي، مش ترافيك اللي هو الهيت ليب والحاجات اللي الناس بتعملها دي، الحاجات دي ما بتتحسبش. اوكي، بالنسبة بقى للارباح بتظهر امتى؟ يعني احنا خلاص خلصنا ال3 ايام دي. احصائياتك بقى، احصائياتك من بعد الساعة 8 بتوقيت مصر بتنزل لك الاحصائيات اللي هي عدد النقرات، المشاهدات، الحاجات دي. من بعد الساعة 5 بقى العصر بتوقيت مصر بتنزل لك الارباح. يعني لو حققت ارباح من الزيارات اللي جاتلك بتنزل لك بعد الساعة 5. خلاص كده. دي بالنسبة للأوفر فيو بتظهر لك هنا بالحاجات بتاعت yesterday بس. حضرتك بقى عايز مثلا تعرف الأيام كلها ايه، هتروح هنا على reports. هنا هتجيب لك بقى كل حاجة بالتفاصيل. هنا هتختار السايت اللي انت عايز تعرف احصائياته بالظبط، هتختار الوقت امتى، yesterday, last 8 days، اي حاجة. يعني لو عايز الامس او اخر 8 ايام او الشهر الحالي او الشهر الماضي، او تضغط هنا وتدخل حضرتك التاريخ اللي تحبه. الاحصائيات بتظهر هنا بشكل تفصيلي اهو هنا بالايام. اوكي، خلصنا الجزء ده خلاص. ندخل بقى على ميزات الممبر ابجريد. شوف، احنا عندنا نظامين من الممبرشيب في الموقع. نظام مجاني كلكم عارفين امتيازاته، يعني اللي هو بيبقى 50% نسبة ظهور الإعلانات بتاعته. لكن بالنسبة للممبر أبجريد بيكون ظهور إعلاناته اللي هي your ad view بتكون زيادة 30% على النسبة الطبيعية اللي هي 50%، يعني 80% نسبة ظهور الإعلانات. دي أول ميزة بيستفيد بيها الأبجريد ممبر. سعر العضوية المدفوعة هو $25 كل شهر. تاني ميزة للأبجريد ممبر بقى، يعني بيستفيد من روابط الإحالة. الريفرال لينك بتاعك لما بتجيب ناس تحت اسمك بيسجلوا تحت اسمك، فالناس دي بيجيلك منها أرباح بكذا طريقة. أول حاجة لو الشخص ده عمل أبجريد هو كمان، حضرتك كعضو أبجريد هتاخد 30% كوميشن من المبلغ اللي هو هيدفعه اللي هو
$25 يعني هتاخد $7.50. لو حضرتك بقى فري ممبر تقدر برضو تكسب من روابط الإحالة بتاعتك، بس هتكون نسبة الكوميشن بتاعتك 10%، يعني هتكسب $2.50 على كل عضو هيجي تحت اسمك ويعمل أبجريد. تاني ميزة هيستفيد بيها من روابط الإحالة، هيكون ليه نسبة ظهور إعلانات 10% في كل رابط مختصر عند العضو ده. طبعا ده مش هياخد خالص من نسبة ظهور العضو نفسه، لأنه نسبة ظهور العضو نفسه هتبقى زي ما هي. 10% دي هتبقى مخصومة من نسبة ظهور الموقع نفسه. لكن لو هو فري ممبر هيبقى نسبة ظهور إعلاناته في الروابط المختصرة بتاعت الأعضاء اللي تحت اسمه 5%. خلاص. في هنا commission advertiser دي بالنسبة للناس اللي هم عايزين يجيبوا معلنين، يجيبوا ناس يعلنوا عندنا في الموقع، يعني دول هيتواصلوا معانا مباشرة، وبيكون ليهم 10% من نسبة الإعلان أو نسبة المبلغ اللي هيدفعها المعلن. يعني لو هيدفع $1000 هم هياخدوا $100 وهكذا.